طريقه مصورها، شوفوها فيديو كامل. بوم. ده الورق. يا سلام، استوى 100% قوي. بص الصباع ده. طريقة عمل ورق العنب ده اللي انا عامله ده هتلاقوها في اخر الفيديو. تحفة تحفة تحفة. ورق العنب اللي احنا عاملينه ده، الخلطة بتاعت الرز بتاعته عاملها بالطريقة اللبناني، ني في ني، يعني الصلصة بتاعته ما تسبكتش، كله ني في ني. هتشوفها في الفيديو، بس طعمه تحفة. وانتوا بتسووه كل ما تلاقوا ان هي المية نقصت جواه الشوربة يعني، اسقوه تاني، كل ما ينقص اسقوه تاني عشان ما ينشفش ويتحرق من الجناب ويطلع عسل كده. متنسوش لو عجبكم الفيديو ده وعجبتكم الوصفة تعملوا لايك، تعملوا اشتراك للقناة للناس اللي ما عملتش. ادينا لايك، ادينا لايك. زودونا. عارفين كيلو اللحم بكام الوقت؟ كيلو الطماطم بكام؟ كيلو البطاطس بكام؟ هنجيب الرز هننقعه بالمية ونغسله، وهنزود بصلاية مبشورة في الكبة، ادينا عصير طماطم من غير مية، ونقلب الكلام ده كله في بعض. نزود الخضرة، بقدونس وشبت وكزبرة، فلفل اسود، ملح، شطة، بهارات، فلفل اخضر حراق، وعصير 3 ليمونات، دبس رمان عشان يعمل مزازة، معلقتين صلصة، وبق زيت صغير، ونقلب الكلام ده كله. نجيب بقى اللحمة الشرايح بتاعتنا ونحطها في طاسة، ونحط عليها معلقة زبدة ومعلقة زيت، ونسيبها على كل وش لمدة 3 دقايق، ونبهرها شوية ملح وفلفل، وأول ما تدخل في السوا نحط عليها شوية المية ونسيبها لحد ما تستوي بنسبة 95%. ونرص اللحمة بقى في الطاجن من تحت. هنرص بقى ورق العنب، نحطه بقى على النار ونسقيه بقى بالشوربة، ونغطي عليه ونقول له نشوفك بعد ما تستوي عسل. وادي طاجن ورق العنب لحمة. بسم الله. الله الله. اتفرج. يلا. متنسوش لو عجبكم الفيديو ده وعجبتكم الوصفة تعملوا لايك، تعملوا اشتراك للقناة للناس اللي ما عملتش، يعني مش هتخسروا حاجة. زودونا مشتركين، زودونا لايكات، مش هتخسروا حاجة. اشوفكم في فيديو جديد، وصفة جديدة واكلة جديدة وجوع جديد. سلام.